السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. ما زلنا إن شاء الله في سلسلة الغذاء الصحي والسليم. اليوم إن شاء الله نحاول نهضر لكم على كيفية اختيار يعني المكان اللي غادي نشري منه لحم الدجاج، يعني باش نتفادى المشاكل الصحية على الجسم ديالي، بحال التسمم أو غير ذلك. لأن لحوم الدجاج دغيا كتعفن، خاص بالبكتيريا ديال السالمونيلا كما لا يخفى على الجميع. بالنسبه كاين واحد 4 ديال الحوايج الاساسيين اللي خاصنا نردهم البال باش نتقداو بداك اللحم ديال الدجاج، باش نتفاداو المشاكل الصحيه. اول حاجه خاصني ديك اللحم اللي غادي نشري نكون شريت من واحد البلاصه اللي هي موثوق بها، فهمتي، اللي عندها شروط السلامه الصحيه او قواعد السلامه العامه، هي النظافه والتهويه سلسله التبريد الى غير ذلك. فايتنا هضرنا على هاد قواعد السلامه. كذلك الحاجة الثانية يكون داك الدجاج بالأحسن يكون واحد الدجاج يكون كامل، يعني تكون واحد الدجاجة تكون كاملة ما تكونش مقطعة، باش نتفادى لا كونتاميناسيون ديال لي بكتيريا. كاين الدجاج دغيا كيتعرض للبكتيريا، يعني هذه الطبيعة ديالو. كذلك الحاجة الثالثة يكون داك اللحم ديال الدجاج ما تكونش فيه واحد اللون مغاير، سواء اللون الازرق او الاحمر يعني داكي، او يكون مثلا اخضر او ازرق، او ميم خص يكون اللون ديال لحم الدجاج كما لا يخفى على الجميع. وكذلك المظهر العام يكون باين بانه لحم دجاج جيد، ما فيش الرائحه، اللون ديالو مزيان الى غير ذلك. الحاجه الرابعه اللي هي كذلك مهمه بزاف، يكون داك اللحم الدجاج يكون في الثلاجة، او يحترم سلسلة التبريد اللي كتكون درجة الحرارة ديالو ما بين 4 حتى 4.5 درجة مئوية، باش كتفادى لا ميلتيبليكاسيون او تكاثر البكتيريا بحال السالمونيلا اللي ممكن دير واحد التسمم للانسان. كنتمنى ان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا من هاد 4 الحويجات اللي قلنا لكم، باش قبل ما نشريو لحم الدجاج. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.